السلام عليكم، مرحبا بكم مع داتيا كويزين. اليوم جبت لكم حلوة المحقن أو جاتو المحقن أو اللمبوط. الجاتو السهل أو الراعي الرسمي تاع العيد الكبير. نبدأ على بركة الله. احنا هنا نخدمو بالكيلة، كيلة بيض. أنا الكيلة تاعي دارت لي 3 بيضات وكيلة سكر وقليل من الفانيلا ورشة ملح. نضربوهم مليح بالباتور حتى يولي الشكل تاعو أبيض، يعني يوصل لين يبيض البيض. هنا تحبوا نتوما والكونتيتي، تحبوا الكيلة تكبروها كبروها، المهم نخدموه بالكيلة. بعد ما يبيض لينا البيض مليح نبدو نزيدو في الزيت بالخيط، يعني كيما نخدمو المايونيز، نحطو بشوية بركة الزيت ونضربو، نحطو شوية زيت ونضربو كيما نخدمو المايونيز، يعني نصبو بالعقال حتى نتحصلو على ان تكستور تكون يعني ثقيلة نوعا ما. وين نكملوا الزيت تاعنا، نكملوا الباقي تاع المكونات. يعني الجاتو هذا سهل جدا والناس الكل تعرفه، وخفيف يجي مع القهوة تاع المساء ولا للعيد الكبير واحد يحب يدير حاجة خفيفة. نزيدو دركا كيلة من نشا ونحطو معاها ملعقتين من حليب البودرة، ونفتحوا ساشي تاع لوفور شيميك. بالنسبة لكمية لوفور شيميك في حلوة المحقن، كل القانون يقول كل 3 بيضات معاهم كيس تاع 10 غرام. أنا عندي غير 3 بيضات دونك درت كيس واحد. نبدو عاد نضربو، دركا نولي نزيد لافارين. قبل ما نزيد لافارين أنا الحلوة تاعي نكهتها بالسيترون، درت زيت دو سيترون تاع حبة واحدة تاع ليمون، درت مبشور الليمون عطاها واحد النكهة على بالكم جد رائعة جدا. وبعد نضيفوا الفرينة بطبيعة الحال، رايحين نعقبوها على الغربلة باش تكون خفيفة وتكون مهوية. هنا كمية الفرينة أنا عملت 3 كيسان ونص تاع فرينة، وانتم الفرينة صبوا 2 الوالا صبوهم ضربة، وبعد الباقي أبدو اخدموا بشوي وخلطوا حتى تشوفوا الخليط تاعكم. لازم هنا إذا كانت عندكم الآلة هذيك تاع الرحاية هذيك تاع اللحم، تعدلوا عليها العجينة تاعكم، عقبوها كامل على الرحاية وبعد عاودوا باش تجينا العجينة شوية إلاستيك. أنا وش درت، ما عنديش الآلة هذيك، بعد ما عجنت حطيتها في العجان الكهربائي دارت مليح حتى ولت عجينة إلاستيك. إذا هنا نكملوا كيما راكم تشوفوا الفرينة تاعنا كيما قلت لكم ديما نعقبوها على الغربلة، ونعقبها بعد هكا ضربتين 3 في العجان الكهربائي باش تعجنت لي مليح. إذا كانت عندكم الآلة عقبوها في الآلة هذيك شغل ترحوا العجينة وتعاودوا تخرجوها باش تجيكم الخدمة تجيكم يعني يجيكم متقون ويجي ما شاء الله. هنا بعد ما كملت حطيت هنا نجرب فقط ندير دائرة ونحطها فوق البلان دو ترافاي باش نشوف كان هبطت لي، نزيد الفرينة كان قاعدة تحكم روحها. خلاص الحلوة تاعنا راهي واجدة للفاسوناج. من بعد نجيب اون بوشادوي. شوفوا هنا بالنسبة لبوشادوي ما تستعملوش هذيك تاع السيليكون، راهي تطرطق لادوي، ما تستعملوش هذوكم جوتابل كيف راهم تطرطق لادوي تخرج يعني من لابوش. انا عندي لابوش هذه بروفيسيونيل، لابوش يعني تاع الانتيسو هذه هي لافابل. هذه لابوش ما تخدموا بها يعني على الكيف. المهم حطيت العدوي ما تكونش كبيرة باش ما يجيناش باسكو فيه لا لوفور راح تكبرنا الكعبة الفور. نجيبو بلاطو ندهنوه بالزيت ونعدلو نفاصونو في الكعكات تاعنا. انا درتهم على شكل دوائر، وانتم تحبوا ديروهم طوال تحبوا ديروهم دوائر كيما تحبوا انتوما. نسلم على كل من راه يشاهد في الفيديو، سلم عليكم كامل أصدقائي، وإذا كنتوا جدد في القناة كيف سلم عليكم، ما تنسوش الابونمون وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.
وإن شاء الله راهي عجبتكم القناة وعجبتكم الوصفة. هنا بعد ما كملت شفتوا العجينة كيفاش راهي إلاستيكية شوية، نبدأ عاد نفاصوني بهذيك لابوش تاعي ونخدم هذوكم الحبيبات كيما راكم تشوفوا. ما نكبروهمش باسكو رايحين يكبروا شوية في الفور. الفور راني شعلته درجة الحرارة 180 درجة، شعلت من تحت الساعة وبعد شعلت شوية من فوق وهبطت البلاطو لتحت باش ما يتحرقوش. وهذه هي. نكملهم كيما راكم تشوفوا ونحطهم مباشرة في الفور. بعد ما كملتهم كيما حطيناهم في الفور خرجوا طابوا. شوفوا الشكل تاعهم كيفاه جا محمر نوعا ما، جا شكل ما شاء الله بنين، وريحة هذاك الليمون مع لافاني عطى واحد النكهة يعني هايلة جدا. نشرب بالقهوة يعني حاجة بسيطة وخفيفة تتخدم في وقفة. وهذه هي وصفتي اليوم، إن شاء الله راهي عجبتكم كامل، خفيفة ظريفة، خاصة الحليب تاع الصباح يعني هايل. ونقسم أمامكم حبة وهذه هي. إن شاء الله أقول لكم الفيديو جاي إن شاء الله وتهلوا في رواحكم. إلى اللقاء.